يا صباح الجمال، يا مساء الجمال، ايا كان التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه، ايا كان المكان اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هكلمكم النهارده في موضوع خطير مهم للغايه ليا انا شخصيا، ثم ليكم، عن المشاعر اللي بتمر بيها كل ام وكل ست وكل بنت بتجري طول اليوم، بتعملي حاجات كتيره، بس اخر اليوم بتحس انها ما عملتش حاجه لنفسها اصلا، او بمعنى اصح هي ما حستش بنفسها اصلا، وكل حاجه بقت لازمه تتعمل. مش نفسي اعملها. بصحى من النوم، على المطبخ، على المواعين، على الفطار، على الغدا، ثم على العشاء، على التمرين، على المذاكره، على القعده قدام التلفزيون، وبزن كتير وبخناقات كتير ما بينهم. اعمل ايه؟ ايام كتير بحس اني مش موجوده، بس يعتبر في الكون بعمل كل حاجه، كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. بطبخ وبغسل وبكنس، بنزل تمرين وبجيب وبنذاكر وبنسعى وبنتخانق وبنزورط وبنعمل حاجات كتيره. وفي اخر اليوم بحس احساس رهيب. مش بلاقيني، بحس اني تايهه وسط زحمه. وفي بحس اني تايهه وسط زحمه. واوقات كتير قوي بحس اني روبوت. اول ما بصحى من النوم حد بيصحيني من النوم، حد بيشغلني، حد بيطفيني، حد بيخليني انا مش عارفني. مفيش وقت حرفيا بقعد فيه مع نفسي. ولو لقيت وقت اقعد فيه مع نفسي زي ما قلت لكم قبل كده، بحس بالذنب وبحس اني مقصره في حاجه تانية. بس في النهايه احب اقول لكم ان انا بدات ادور على نفسي، وانتي لازم كمان تدوري على نفسك، ولازم تلقي وقت لنفسك كل يوم، حتى لو دقيقة بس تقولي لنفسك فيها أنا مش آلة، أنا إنسانة. كل إنجاز ليا، حتى لو قعدت مع نفسي دقيقة أو قعدت أتنفس بسلام من غير ما أفكر في أي حاجة، وقفلت عقلي بمجرد إن أنا مش عايزة أفكر وأتنفس بسلام وبهدوء، فده أكبر إنجاز ليا. ولو انتي كمان بتشوفي نفسك ضايعة بين المسؤوليات، اكتبيلي في التعليقات، عايزة اسمعك ونفتكر سوا. احنا مش بس امهات، احنا روح ومحتاجة طبطبة. سلام يا ست البنات، يا اغلى ما في الكون كله، يا حلاوة البيت، يا كل حاجة حلوة في حياة اولادك وجوزك واهلك وكل حاجة في الكون. لو ما كنتيش انتي مرتاحة مش هتعرفي تريحي اللي حواليكي، فخدي نفس عميق ثم طلعي بسلام. اشوفكم بخير وسلام.